اللي هي بنشوف لهم اغاني صارخه كده، انه يعني انت في بيتك ما اعتقدش ان دي عندك شريط كاسيت لفنانه زي هيفاء وهبي، مع الاحترام الشديد طبعا. انا بص، انا بصراحه يعني بصراحه عشان بس اكون احقاقا للحق، انا بسمع كل الالوان وبجيب كل حاجه، وفي الاخر انا يعني ودني بتاخد الحاجه اللي هي على مزاجها. انت بتسمعي اتس اوكي حقيقي. لانه معروض عليكي في قناه، في اذاعه، في اي مكان، لكن هتنزلي تشتري البوم لفنان وانت مش مقتنعه بيه، لا يمكن. لا يمكن. هنا بقى ده هو اللي بيحدد الحب الحقيقي، هو اللي بيحدد الفن الحقيقي، هو اللي بيحدد. على فكرة مش معناه كلامي ان الفن الحقيقي والكلام ده ورد الفعل انه لازم كل الفنون تبقى في شكل الاطلال او في شكل ام كلثوم، عبد الحليم مع الاحترام الشديد للالقاب خالص. احنا ممكن يكون الفن في منتهى الكوميديا، في منتهى التراجيدي، في منتهى الضحك والفرح والانبساط والوطني والحب والرومانسي. لا انا بعتقد بس في اطار انا بتكلم القيم والاخلاق والمبادئ، وفي اطار ان انا بقدم وجهة نظر، اوكي، وفي اطار ان انا عارف انا مين وبعمل ايه وعاوز ايه ورايح على فين. اوكي. خليني اسالك كمان يا بهاء، يعني الفنان من دول بيبقى في موقف صعب قوي. يعني مثلا لما تيجي الشركه زي شركه روتانا، شركه كبيره جدا، بتعرض عليه، هو بيبقى شغال حلو، مثلا سي شغال مع انت بتحدد يعني روتانا دي ما انا هقول لك. يعني هو مثلا بيبقى شغال مع استاذ محسن جابر في عالم الفن، شغال مع نصر محروس في ايا كانت الشركه، يعني هاي كواليتي ايا كانت الشركه، ويفاجئ ان هو بيتعرض عليه. انا عايزك تكلمني بصفتك فنان بقى، سيبك من اي حاجه ثانيه. بيتعرض عليه 10 اضعاف او 20 ضعف اللي هو بياخده ماديا طبعا. فدي مش تزغلل، يعني مش تزغلل عين اي حد، يعني مش يعني احساس الفنان بيبقى ساعتها ايه؟ قد ايه يقول لك انا هنا مرتاح فنيا، وقد ايه هنا انا مخدوم صح، وقد ايه هنا المنتج الراجل بيحبني واخد باله مني، والناحيه الثانيه 10 20 ضعف فلوس. الموقف ساعتها بيبقى عامل ازاي؟ اكيد صعب. بس انت دخلت في الانتاج كمان وعارف قصه الانتاج واتعرض عليا الكلام ده. انت انتجت لنفسك كمان كذا كليب. لا واتعرض عليا وكان كمان في عرض عليك ان انت ينتج لك من لكن في الحقيقه هي بتعتمد على النفس هنا بقى، يعني في ضعف النفس وفي قوه النفس او قوه الاراده والعزيمه. انا مش بتكلم على كده على اساس ان احنا مثلا ملائكه ولا ناس يعني ما بنغلطش ولا لا. هي الفكره بس في انه ايه، طب ما انا موافق ان يبقى في عرض كويس بشروط كويسه باجر كويس بكل حاجه، لكن للاسف الشيء السخيف انه المواضيع زي ما انت قلت كده يعني مبالغ فيها قوي، اضعاف مبالغه فيها. فتستشف من ده انه مش مطلوب لا فنيات بقى ولا دي، مطلوب حاجات تانية، ابعاد تانية، مطلوب بقى ان احتكارات. بالظبط كده، احتكارات. فن في منطقه معينه زي مصر خصوصا يقل ويبقى ده ويعلى عليه فن تاني، ويعلى عليه فن تاني بالظبط كده. انت واخد بالك؟ محسوبيات بقى هتخش، وان ده ابني وده مش ابني وده غريب وده نرفعه وده ننزله. هنا ما بقيناش فن بقى، احنا بنتكلم على مافيه زي مافيا بتاعت اي حاجه بقى، يعني بقت حاجه تورث. يعني الشغلانه بقت تورث. يعني انا من اشد انصار ان الفن يتوازى ولازم يمشي متوازي وعلى التوازي جدا مع النواحي التجاريه، مع المكسب والخساره. لانه انا بعتبر ده من القواعد برضو، ان انا صاحب وجهه نظر، هنزل وجهه نظر الاولانيه، ولا نفترض مثلا وجهات النظر دي هنرقمها 1 و2 و3، فانا هنزل وجهه نظر واحد. لو ما نجحتش وما كسبش وما رضيليش ده مردود مادي، مش هقدر انتج ولا امول ولا اقدم فكره 2 عشان فكره 3 وعشان فكره. طب ولو اصلا الموضوع لو كده ما كانش بيجيب فلوس، يعني لو كده ما بيجيبش فلوس، يعني انت عارف ادرى الناس بان الناس دلوقتي بتعمل البوم تصرف عليه كتير جدا جدا، وفي الاخر العائد بتاعه بيبقى ما فيش. بيبقى القصه كلها ان الناس تسمع الالبوم وتشوف الفيديو كليب او الاثنين فيديو كليب، وبعد كده نشتغل على اللايف بقى، واللايف هو اللي يجيب فلوس، والمنتج هو القصه اللي هياخدها من قصه الالبوم ده، ان هو يبقى ليه نسبه في اللايف وياخد من اللايف وخلاص خلصت القصه كده. لو ما فيش مبيعات اصلا الالبومات، انت كواحد بتنتج ليه؟ لو مش هاخد لايف انتج ليه مثلا؟ لا هو مش ما فيش مبيعات للالبومات. ما هو برضه اصل بص، هي المشكله يعني في الفتره اللي كان فيها اللي حاصل ده، كان في مشاكل تانية في التكنولوجي العام بتحصل جنبنا واحنا مش دريانين منها. تكنولوجي الكاسيت، شريط الكاسيت. أيوة. اللي هو في شكله الكاسيت التقليدي البلاستيك ده اللي 2 بكره تكلفته الغير طبيعيه، بعيد عن تكلفته، هو تكلفته قليله جدا بالنسبه لمكسبه. لا انا بتكلم على الميكانيزم نفسه وشكله. اصبح مع الجنريشنز اللي جايه اللي عماله تطلع، الاجيال اللي عماله تطلع النهارده اصبح مرفوض، انتهى، مرفوض تماما، لانه في حاجات كتيره جدت عليه، علت كواليتي
انت كمتلقي النهارده حصل لك ثقافه ووعي نتيجه ان التكنولوجي جنبك بيتقدم، فبقى ذوقك بيرتفع. ما انتش قابل بان يبقى عندك شريط كاسيت وممكن يسف وتجر الشريط ويبوظ ويتقطع وحاجات كده، لا انت عاوز حاجه سوليد زي السي دي او زي الام بي 3 او زي الفلاشات او الحاجات دي. فانت النهارده ذوقك اتغير بالنسبه للتكنولوجي، سيبك من ما يقدم فيه، يعني الماتيريال بقى سواء اغنيه سواء فيلم سواء ايا كان صوره اي حاجه بتقدم في هذا التكنولوجي مش مهم، المهم ان انت اتغير ذوقك وفكرك بالنسبه لما يقدم من خلاله العمل، اللي هو من كاسيت ببكرتين كده وشريطه بيسف وحاجات كده لحاجات تانية بتظهر. انت واخد بالك الحاجات التانية دي؟ الكاسيت كان عنده مأساة في اواخر عمره، لان انا بعتبر انا شخصيا عمر الكاسيت انتهى خلاص. في اواخر عمر الكاسيت كان جد عليه ظاهرة التزوير والمضروب صحيح. والكلام ده كله كانت بتزود سرعة الوفاة أكتر بالنسبة شريط بجنيه ونص. فاكر لما كان الشريط ينزل ب10 يبقوا ب2 بالظبط كده. فده أدى إلى تسريع العملية في إن هو فعلا يدد مع ظهور التكنولوجي الثاني. للأسف بقى التكنولوجي الثاني أوسع وأكثر انتشارا في موضوع المضروب والمزور، والنت النهارده فري جدا، بتنزل داونلود لاي اغنيه بتنزل على النت. اذا يبقى ما فيش شك انه مداخيل او الانكم او الدخل اللي جاي لي اتغير فكرا، اتغير، ما بقاش كاسيت، بقى اشكال تانية. الاشكال التانية دي مش هقدر اعتمد عليها 100% زي ما كنا بنعتمد على الكاسيت 100%، لانه عليها برضو نوع من الهاكينج وال يعني والمضروب والمزور اللي كتير واللي ببلاش. زي ما التكنولوجيا اتطورت يا بهاء، يعني اتطورت جدا، ذوقنا كمان اتطور او اتغير. يعني انت واحد من الناس وانت بتعمل دلوقتي حاجه او بتعمل مود لاغنيه او يعني توزع اغنيه معينه او تشتغل والله بص يعني انا عايز اقول لك انت بتقول دلوقتي ذوقهم كذا، انا يعني هو اللي كان زمان كذا بس دلوقتي كذا، خليني مع اللي دلوقتي. بص هو مع الاسف يعني ليا وجهه نظر في الموضوع ده. مع للاسف احنا زدنا تكنولوجي، زدنا تطور جدا، فعلا حصل رقي عالي جدا في وجهه النظر وفي الراي العام وفي الوعي نفسه، ارتقى جدا، لكن للاسف ما يقدم بيرجع جدا وبينزل جدا وبينحدر جدا. بس احنا لازم نسمع تحت الامر بتاعت بهاء حسني، صح؟ يلا بينا. انت عارفه لو جيتي على حد غريب معلش والله بالظبط كده بس عشان تعرف ان انا بعملك اخ مش ربنا يكرمك ربنا يكرمك. يلا نروح بقى نسمع الاغنيه ونرجع مع بعض مره ثانيه.